فضيلة الشيخ، من المعلوم عند الكثير من الناس أن في رمضان يكثر السهر في الليل، فيمضي الليل غالبا عند الكثير في غير عبادة لله عز وجل، فما نصيحتك وتوجيهك للجميع سواء كانوا شيبا أم شبابا؟ إن نصيحتي أن يستغل هؤلاء هذا الوقت المبارك الثمين الذي يعز وجوده وربما لا يمر بهم مرة أخرى، فينامون أو يقرؤون القرآن حتى يأتيهم النوم. ويا حبذا لو أن الناس بعد تراويح اجتمعوا وقرأوا القرآن تدارسوه بينهم، يقرأ أحدهم ثمنا والثاني ثمنا آخر بعده، أو يقرأ أحدهم ثمنا ثم يتبعه الآخر في الثمن الذي قرأه، يقرؤون جزئين أو 3 أو 4 حسب نشاطهم، ويستغلون هذا الوقت بمراجعة التفاسير لما قرأوه، فيحصلون على تعلم القرآن لفظا ومعنى، فهذا خير لهم من أن يضيعوا أوقاتهم. فنصيحتي لإخواني أن يستغلوا هذا الوقت بما يرضي الله عز وجل.